السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. احنا في العادي بنعمل صينية بسبوسة من دقيق السيمولينا اللي هو ايه، دقيق البسبوسة. وصينية الكيكة منين؟ برضو من الدقيق الابيض العادي. لكن بقى حطينا شوية من الدقيق الابيض العادي على شوية من الدقيق البسبوسة، وعملنا بقى منها ايه، أجمل كيكة، ودلعناها وسميناها كيكة الرواني. بس بصراحة هي تستاهل الدلع. عشان ايه بقى؟ طعمها تحفة وخطير جدا ولذيذ. ويلا بقى بينا نسمي الله ونشوف ايه هي بقى مكوناتها والطريقة بتاعتها. الأول عملنا ايه بقى؟ عملنا العسل. جبنا كوبايتين سكر على كوبايتين مية. ولو انت بقى مش عايزاها مسكره قوي، عشان هي بنسقي بيها دي صينيه الكيكه. لو مش عايزاها مسكره قوي، حطي كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه. بعد ما غليوا كده يا دوبك دقيقه واحده، حطينا بقى الفانيليا ونزلنا عليهم بعصره ليمونه، نص ليمونه، بعصره نص ليمونه. برضو هنخليها تغلي تاني دقيقه كمان، وروح حاطين ايه بقى عليها معلقه سمنه بلدي خطيره. دي بقى بتخلي ليها طعم وبتلمع كده يعني بتبقى ريحتها جميله جدا. برضو هتغلي تاني لمده دقيقه وخلاص على كده. ليه بقى؟ عشان احنا مش عايزينها لا تقيله ولا خفيفه. الشربات ده اللي هنسقي بيه الصينيه ديت لازم يكون ايه يعني، سمكه كده عادي. نيجي بقى عند المكونات بقى بتاعت الكيكه. عندنا نص كوبايه سكر، كوباية دقيق متعدد الأغراض اللي هو الأبيض العادي، 3/4 كوباية زيت، 4 بيضات، نص كوباية جوز هند، 3/4 كوباية زبادي. كلها دي بالكوباية اللي انت هتعايري بيها، يعني كوباية واحدة. وبعدين بقى معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة خل، معلقة صغيرة فانيليا، ذرة ملح. جبنا بقى بولة حطينا فيها الأربع بيضات. طبعا البيض بقى ده بره بنحطه بره، يعني نكسر واحده واحده عشان نشوفه اذا كان كده صحي ولا يعني قصدي سليم ما فيهوش حاجه ولا كده. جبنا بقى المضرب وضربنا بقى البيض مع السكر مع شويه فانيليا. يعني ايه الفانيليا بقى؟ دي انا جايباها كمان بالبرتقال، ادت ريحه وطعم خطير قوي قوي ليها. ضربناها لمده كده حوالي 3 4 دقايق. بعد كده بقى نزلنا عليهم بالزيت وبالزبادي وضربناهم تاني وبمعلقه الخل. ماشي زي ما انتوا ايه شايفيني كده. يعني تاني حطينا عليهم تاني الزيت والزبادي ومعلقه الخل وضربناهم برضو تاني. نضربهم برضو حوالي يعني 3 دقايق برضو لحد ايه ما يتجانسوا كلهم كده مع بعض، وتلاقي ان ايه الخليط قدامك بقى كله ايه يعني اختلط مع بعض. بعد كده بقى جبنا ايه الدقيق الابيض الاول اللي هو العادي، وعليه الفانيليا. برضو الفانيليا دي بالبرتقال جميلة جدا، وبمعلقة البيكنج باودر. ده خلطناه يعني جبناه عملناه نخلناه عشان لو في اي شوائب على الخليط اللي احنا كنا عاملينه. بعد كده بقى جبنا كوبايه السميت البسبوسه اللي هو السيمولينا. الدقيق بتاع البسبوسه ده معلوش اي حاجه، اللي هو الدقيق العادي، يعني مش عليه اي محسنات ولا اي حاجه. وحطينا بقى عليهم شويه الجوز الهند. لو انت برضو مش عايزه الجوز الهند استبعديه مش مشكله، بس هو بيديها ريحه حلوه قوي وطعم جميل. وضربناهم تاني على اقل درجه بالمضرب. يعني احنا كنا بنضرب الاول على درجه عاليه، بعد كده خلاص بقى بعد المكونات دي كلها بنضرب على درجه هاديه جدا على اول درجه، يا دوبك بس دقيقه وخلاص على كده. احنا بقى نكون ايه مجهزين صينيه دهناها بالسمنه وشويه دقيق، ونكون مولعين الفرن قبلها بربع ساعه. ونزلنا بقى بالخليط كده اللي انت شفتيه الاول، قلبته بالمعلقه السيليكون عشان لو في حاجه كده في الجناب او كده متكتله كلها بتتعمل بالمعلقه. ونزلناه كده كله في الصينيه. الصينيه دي مقاس 26، جميله جدا حلوه قوي قوي. هتاخد لك المقاس الكميه اللي احنا قلنا عليها دي. دخلناه بقى في الفرن في الشبكه اللي في النص على درجه 180. بعد بقى تلت ساعة هتلاقيها احمرت من تحت. روح حطي بقى الصاجة تحتيها عشان ايه تحمر من فوق. وبعد كده خلاص اديتنا بقى اللون الجميل دوت. اول ما تطلع بقى من الفرن تكون عندك الشربات انت طبعا مجهزاه من بدري برد، بس مش حاطش في التلاجة.
تسقي بيها، وما تسقيش كله مرة واحدة، لا، اسقي حبة حبة تشرب، وبعد كده حط لها تاني. زي ما انتوا شايفين، بصوا كده شربت، بضطر ان انا احط لها تاني عشان ما تحطيش الشربات ده كله مرة واحدة تعجن منك. كل ما تشرب منك كل ما تسقيها. بس انا عملت ايه، كوبايتين سكر. انا قلت لك لو انت مش حابه السكر العسل كتير، اعملي كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه، تطلع برضو معاكي خطيره جدا وجميله وهشه، والطعم عايزه اقول لك حكايه، وقلبت البيت كده وجميله جدا. بعد ما تبرد بقى معاكي حوالي 5 دقايق، قطعيها بقى زي ما انت عايزه، وجمليها بقى بالحاجه اللي عندك، شويه جوز هند، شويه مكسرات باقيين عندك، يعني انت وراحتك. وطعمها بقى تحفة وخرافة جدا، وفعلا تستاهل اسم كيكة الرواني عشان طعمها جميل جدا، ومدلعينها بقى. يلا وبالهنا والشفا، واللي أول مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. وبالهنا والشفا، زي ما انتوا شايفينها كده هشة وجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.